أريد أن أذهب معك كابتن وائل. يبدو لي بأن ليبينجي تفوق على كولر في الشوط الثاني، سواء من تسيير المباراة، سواء على مستوى التغييرات، وأيضا هناك شيء غامض بالنسبة لي بين الأهلي في الشوط الأول والأهلي في الشوط الثاني. الشوط الثاني الأهلي مش موجود فيه تماما يا مهند، لا دفاع ولا هجوم، غياب ذهني تمام عن الشوط الثاني. حتى بعد ضربة الجزاء قلت هيبقى فيه تغيير وردة فعل، ما حسيتش ان دي موجودة عند اللاعبين، انما الاسباب واضحة ومعروفة. اهمها مهند قلت لك قبل المباراة صعبة، التوقيت، المباراة بتلعب الساعة 3 العصر. احنا في مصر كل مبارياتنا في مصر بعد المغرب. اللعب في الحر ولعب في الجو ده صعب جدا. بس هذا على الطرفين. انا معاك على الطرفين. انا معاك، بس احنا لعيبه كوره وعارفين الكلام ده، واللي انا بقوله هيثم عارفه ان انت تبقى بتلعب بالليل طول الوقت وتيجي تغير توقيت اللعب، انا ما بديش اعذار. النقطه الثانيه نقطه ان النادي الاهلي في 10 ايام تقريبا او 11 يوم لعب 4 مباريات قويه في كاس العالم للانديه، استنزف اللعيبه فيها بدنيا بشكل قوي، ولكن برضو ما بديش عذر، اللعيبه هي اللي تتحمل المسؤوليه، لان انت بتلعب للاهلي، انت ما بتلعبش في نادي صغير او نادي مطلوب منه يفوز بمباراه ويريح 5 مباريات، لا، انت كل مباراه مطلوب منك تأدي احسن اداء ممكن، لازم تتفوق على الفريق المنافس. وجود الاهلي في كاس العالم للانديه والشكل اللي ظهر بيه بيدي دوافع لكل الفرق اللي بتلعب قدامك، يخليك مستعد لك، متحفز لك. وهنا صعوبه اللعب في الاهلي، ان انت تستمر تلعب في الاهلي متواصل بشكل اساسي في كل المباريات، ده تركيز كبير جدا. شفنا النهارده لعيبه بره تركيزها تماما، ولاعيبه غايبه تماما، حتى رد الفعل مش قادره تعمله. الهدف اللي دخل في الشناوي يعني عيب، طبعا عيب جدا ان احنا نتكلم على حارس الاساسي لمنتخب مصر انه يدخل فيه هدف بالشكل ده، حتى لو في شمس في وشك، حتى لو في ايه، ما ينفعش انت كشناوي يدخل منك الهدف ده، ما ينفعش رد فعلك كشناوي والخناقات اللي حصلت في المباراه، ما ينفعش مهما حصل يبقى انت كابتن الفرقه، انت اللي تروح تحتك بالناس وانت اللي تتعامل مع المنافسين، حتى لو في جانب فيه استفزاز او في تضييع وقت او في اي، ما ينفعش انت اللي تعمل الحركه دي. فلعيبه في خلال المباراه بتختفي تلعب 10 دقايق وتبقى مش موجوده طوال الماتش، لعيبه زي طاهر، زي حسين الشحات، ما حسيتش بيهم في الجانب الهجومي تماما. عبد المنعم والعصبيه اللي بعض الشيء عنده، ياسر، ما حسيتش حد النهارده من علي معلول مختفي تماما طول المباراه. فعشان كده بقول لك الشوط الثاني الاهلي ما جاش، الاهلي ما شاركش اساسا الشوط الثاني في المباراه. الايجابيه الوحيده في المباراه النهارده القندوسي، انا اشوف ان هو لعيب كويس وهيبقى اضافه للاهلي، بس يتوظف صح، لان في بدايه نزوله حطوا كولر قدام حمدي وديانج، هو لا، لازم يلعب في الجانب الشمال ثالث في وسط الملعب ناحيه الشمال. دي النقطة إيجابية الوحيدة اللي شفتها في خلال الشوط الثاني للمباراة، إنما هو ده ما يقللش أبدا من مجهود وتركيز وعمل مدرب الهلال اللي استغل بشكل كويس جدا. اللعيبة الشوط الثاني كان عندها دوافع أفضل من الأهلي، ضغط على الأهلي، ما حسيتش إن الأهلي يعني متواجد في خلال المباراة، هو ضغط وكان دايما هو المستحوذ، دايما هو الافضل، دايما هو الاخطر، استغل النقاط السلبيه عند الاهلي. يعني قراءته كانت افضل من كولر في الشوط الثاني يعني انما الاخطاء اللي حصلت من لعيبه الاهلي اخطاء فرديه يا مهند، انا ما اقدرش اقول عليها. كولر ممكن الوم عليه في ايه؟ التغيير بعض الشيء، دايما بيغير بعد الدقيقه 60، الدقيقه 65، ممكن في وقت كان لازم يغير بدري شويه. يعني انا كان بين الشوطين لازم طاهر يخرج، طاهر ما قدمش حاجه طوال الماتش. حسين الشحات كان افضل شويه وكان لازم يستغل فوقان حسين في الجانب الهجومي انه يحطه في الجبهه اليمنى ويشتغل عليه يا مهند. ما زالت المشكله الاكبر ان احنا ما بنستغلش الفرص، ودي اكبر كارثه في النادي الاهلي حاليا، استغلال الفرص. انت المباريات اللي زي مباراه الهلال دي يا مهند لابد ان يجي لك فرصتين تحسمها تخلصها، مش هيجي لك 4-5 فرص في المباراه، وجات لك فرصه في الدقيقه الخامسه والسادسه من الشوط الاول. ايوه بقول لك جالك فرصتين في اول 10 دقائق، فرصتين يخلصوا المباراه. هو الاهلي فهو درس كويس لكولر وللاعبين، نتمنى يستفيدوا منه، خاصه المجموعه بتتصعب عليك، الهلال امله بيزيد وصن داونز عنده 6 نقط. طيب
لازال المشوار طويل بالنسبة لمباريات المجموعة. نتمنى التوفيق بطبيعة الحال للأهلي المصري في باقي المشوار، هو والهلال السوداني، أن يمثلان الكرة العربية في بقية المشوار، رغم أن الأمر سيكون صعب بعد فوز صن داونز في مباراتين متتاليتين وبتحقيقه ل6 نقاط.